يلا خشوا على مطبخ رودي كل شيء وشوفوا الكنافه اللي بالكسر انا عملتها ازاي. احلى كنافه بالكاستر، عايزه اقول لكم يعني جميله جدا، بس طبعا صايمين مش هينفع ندوق مع بعضينا، فهنسيبها لما تبرد وان شاء الله ندوقها بالليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. تعالوا بينا النهاردة نعمل مع بعض كنافة بالكسر. واول حاجة هنبدأ بيها وهي ايه؟ هي الكسر. انا جايبة بالظبط كده كيلو لبن حلو، ومعايا نص كيلو كنافة، والكنافة دي كانت طبعا في الفريزر وطلعتها فرفتها زي ما شفتوا كده في اول الفيديو وسبناها على جنب. تعالي بقى اقولك هنعمل الكسر ازاي. الكسر هننزل بكوبايتين ونص كده لبن، هو كيلو بالظبط كوبايتين ونص. تمام. تمام. اعذروني على صوتي، عندي شوية برد، صاحي من النوم عندي برد، ليه بقى انا مش عارفة. يلا الحمد لله على كل شيء، ربنا يشفينا ويعافينا. نزلنا بمعلقتين كستر. تمام. معلقتين بس كستر، وهننزل بمعلقتين سكر بودر، وهننزل برضو بمعلقتين ايه، كريم جانتيه عشان نخليها طعمها حلوة كده وجميلة. هي دي الكستر بتاعنا. كل كوباية لبن عليها ايه؟ معلقة كستر. انا ما نزلتش لا بنشا، ما حطيتش لا نشا ولا حطيت دقيق ولا حطيت اي حاجه، واكتفيت بالكسر بتاعنا. اي نعم هو غلبني شويه على البوتاجاز لحد ما لم، ولكن طلعت النتيجه في الاخر جميله جدا. ونزلنا برشه فانيليا زي ما انتم شايفين كده بعد ما حطينا السكر وحطينا الكاستر بتاعنا وحطينا الكريم جانتيه. هنقلب بقى على البارد زي ما انتم شايفين كده، هنقلبه على البارد وبعد كده نحطه على النار لحد ما يدينا القوام بتاعنا اللي انتوا هتشوفوه بعد شويه. انا مش عايزاه لا تقيل قوي ولا عايزاه خفيف قوي، عايزاه حلو. بصوا ممتاز كده، ممتاز جدا. يلا هنركنه على جنب كده، وتعالوا اقول لكم هنعمل ايه تاني. هنسيبه على جنب كده لحد ما يبرد شويه. هاتي بقى هاتي بقى الكنافه بتاعتنا اهي سايله اهيت وجميله ومش محتاجه ان احنا نفرمرها تاني ولا اي حاجه. هننزل بحوالي نص كوبايه سمنه. تمام. تمام. وهننزل برضو بحوالي معلقتين كبار سكر بودر. ادي معلقه وادي معلقه. ما عايزه تسكريها بزياده سكريها، عايزه تكتفي بكده اكتفي بكده. انا عيالي بصراحه بيحبوا الحاجه مسكره، ولكن كفايه عليها الكاستر وكفايه عليها الشربات والكلام ده كله. طبعا عملت الشربات، حطيت كوبايتين سكر وكوبايتين ميه ونص ليمونه ومعلقه ايه فانيليا. يلا هندمجهم مع بعضهم اللي هو دي هندمج الكنافه، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، مع السكر مع بعض كده. وبعد كده هننزل بنص الكمية في أرضية الصينية بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لو أول مرة تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي اشتراك على القناة بتاعتي واعملي لايك وأي كومنت على ذوقك. هننزل بنص الكمية زي ما انتم شايفين كده، وهنضغط عليها أوي في الصينية. طبعا أنا مش هقدر أفتحها معاكم لأن دي طالعة ناس حبايبيني كده طلع ليهم. عايزه اقول لكم اكلوا منها يعني فعلا شكروني جدا جدا، قالوا طعمها احلى من اللي احنا بنجيبها من بره 50 مره. بجد بجد كانت طعمها تحفه تحفه تحفه. يلا بألف هنا وشفا على كل اللي ايه اكل منها ودقها. تعالي بقى نعمل ايه في الحيطه كده شويه من الكنافه. تمام. ليه؟ عشان لما نحط الكسر بتاعنا ما يطلعش بره الكنافه، يبقى داخل الكنافه كده. هنبني لها حيطه كده. بصي اهي شايفه زي ما انا بقول لك كده، هنبني لها حيطه عشان لما نحط الكسر بتاعنا وننزل بقيه الكميه بتاعتنا كلها تبقى ايه مظبوطه وتمام، ما تطلعش بره تتحرق مننا او تبوظ مننا. واهم حاجه انك تضغطي جامد، اضغطي جامد، لازم تضغطي جامد. تمام. اضغطي قوي كده يا حبيبتي عشان تنها ماسكه في بعضيها كده وما تسيلش منك او ما تسيبش منك وما تفكش منك يعني. تيجي تطلعي الخرطه تلاقيها ايه، متماسكه كده وماسكه نفسها بنفسها. تمام. يلا الشربات بتاعنا على النار بيسخن، عايزين نحط الشربات سخن على الكنافه. تمام. بصي اهي ايوه كده، تأكدي كده كله. ما شاء الله ما شاء الله.
يلا الكاستر بتاعنا زمانه برد، احنا مش عايزينه برد قوي يعني ولا سخن قوي، يعني في المعتاد يعني لما نسوي ديت يكون هو ايه برد سيكا يعني مفيش اي مشكله. تمام. يلا هننزل بالكاستر بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، بنقلبها كده عشان عمل وش. بصي ما شاء الله، الله اكبر، كانت طعمها جميله جدا جدا، رهيبه رهيبه رهيبه. بصي انا هنزل بيهم كلك، انا كنت عايزه اخلي شويه، قلت والله ما انا مخليها حاجه، هعملها هي يا دوبك على قد الصينيه. صينيه الله اكبر كبيره ما شاء الله، كبيره حجمها كبير معايا. بصي عشان تكفي الجيش اللي احنا اللي انا كنت رايحاه، لان احنا كنا ما شاء الله يعني كام اسره يعني مع بعضينا كده، فكان لازم ايه اعمل حاجه كبيره. بصي جميله زي. هننزل بقى بقيه الكنافه اللي فاضله على الوش كده، وما نحاولش نضغط قوي علشان طبعا الكاستر بتاعنا لسه برضو دافي شويه اهيت. انزلي بقى بالكميه كلها. طبعا الفرن بتاعك شغال، مشغلاه من تحت ومشغلاه من فوق. اول ما ندخل الصينيه في الفرن هنقفل الشوايه ونخلي الصينيه فوق الشعله بحاجه بسيطه، مش على الشعله على طول يعني، فاهمه؟ يعني مش على الصاج على طول بتاع الفرن، لا عليها شويه عشان ما تتحرقش منك وتتلسع منك. وشوفيها كل ايه، كل 10 دقايق كده، ربع ساعه بالظبط، تبصي عليها كده. اول ما تحس ان هي فصلت من بعيد عن الصينيه، تعرفي ان هي ايه طابت من تحت. شغلي الشوايه بقى تاخد وش حلو، وبعد كده طلعيها كوني الايه الشربات بتاعنا سخن وجميل. بصي احنا رصينا اهوت بقيت الكميه كلها. اضغطي بقى، ما تضغطيش قوي، حاجه بسيطه كده. بصي حاجه بسيطه خالص خالص خالص. بصي ايوه كده. بصي جميلة الله أكبر. بصي عسل عسل عسل. يلا ندخلها الفرن، وخرجت من الفرن اهي. بصي فصلت ازاي بعيد عنها. يلا هننزل بالشربات بتاعنا كله، بكمية الشربات كلها اهي. طبعا مش هننزل بقى كلها لان احنا هنقلبها، رغم ان انا بقول من تحت هتشرب، ولكن انا قلبتها لقيتها من النص ايه ما شربتش، عشان طبعا الكسر عامل عازل بينها وبين اللي تحت. بصي اهي. بصي الجناب جميلة جدا، بوريكي الجناب. يلا ما تنسونيش بقى تعملي سبسكرايب على القناة بتاعتي عشان يوصل لكم كل جديد. لو عملتوا اشتراك على القناة بتاعتي، اول ما بنزل حاجة بيجيلك اشارة ان رودي نزلت حاجة جديدة، فتخشي تتفرجي عليها. ولايكات بقى، لايكات يا جدعان، اعملوا لايكات، حتى لو مش تعملي كومنت اعملي لايك، يعني حاجة شجعيني، يعني حاجة كويسة مش كويسة ما فيهاش حاجة، تشجعات يعني. تمام كده. نزلنا بالشربات كله اهو زي ما انتم شايفين. عايزاها بقى، لو انت عايزاها طريه ممكن تغطيها، لو انت عايزاها بتقرمش قريها، يعني ما تغطيهاش. تعالي نقلبها الاول كده مع بعض، الاول نشوف من تحت في شربات ولا مفيش شربات. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا قراها عامل ازاي، جميله جدا، شبه وشها بالظبط، بس الحته دي ما شربتش شربات. تعالي نديها شويه شربات ونسيبها، هنرجعها تاني في الصينيه، هنقلبها تاني، بس لما تشرب الشربات بتاعها حلو قوي هنقلبها في صينيه تاني بتاعتها، عشان خاطر ايه هنلفها في صينيه زي ما هي كده، واخدها لايه لاصحاب نصيبها. تمام. بصي جميله ازاي. يلا لو عجبكم الفيديو مش هقول لكم تاني. بصي الجمال. اي رجعتها تاني زي ما كانت، عشان ايه هحطها بقى في شنطه واوديها لاصحابها. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.